مجموعه كبيره جدا من الناس نفسها تتمرن وتعمل فورمه كويسه، بس ما بيعرفش يروح الجيم لاسبابه الخاصه، سواء الجيم بعيد عنه او الجيم بيكون زحمه وهو ما يحبش يتمرن في الزحمه بتاعت الناس، او الجيم فيه اطفال، او هو عنده وقت مخصص عايز يتمرن في البيت بس مش عارف ازاي يتمرن في البيت وازاي يحقق افضل نتيجه ممكنه. فهل فعلا تقدر تتمرن في البيت وتحقق افضل نتيجه ممكنه زي الجيم بالظبط؟ تقدر تعمل ده وتحقق نتيجه افضل من الجيم كمان، لاننا ان شاء الله هنستهدف جميع عضلات الجسم وهندي كل عضله حقها والزوايا اللي هي محتاجاها كانك بتتمرن في الجيم بالظبط. هنبدا بمستوى المبتدئين، واحده واحده نبدا ندخل على المستوى المتوسط، واحده واحده نبدا نخش على المستوى الاحترافي ان شاء الله. بس قبل ما نبدا في الشرح النظام اللي هنبدا بيه، فهنفتح السحب للشخص هنتابع معاه النظام الغذائي ونظام التدريب بتاعه لمده شهر مجانا ان شاء الله. كل اللي تعمله عشان تدخل معانا السحب ده انك تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما انزله ان شاء الله، وان شاء الله يكون حد وخميس الساعه 6 باذن الله. تالت حاجه انك تكتب تم في كومنت، تمام؟ والفيديو الجاي ان شاء الله هنعلن عن نتيجه السحب ونختار الشخص اللي هنتابع معاه ونبدا معاه رحله الفورمه المثاليه ان شاء الله. نظام التمرين اللي هنعتمد عليه هو عباره عن نظام بوش بول ليج، تمام؟ وده من افضل انظمه التدريب واللي هيفرق معاك كتير جدا وتقدر تعتمد عليه وتعمل منه اشكال كويسه جدا وتقدر تقسمه على مدار الاسبوع. النظام ده عباره عن ان انت بتمرن عضلات الدفع في يوم، تمام؟ وعضلات السحب في يوم، وعضلات الرجل والبطن والكور في يوم، تمام؟ يعني هتعمل ايه؟ يعني الدفع ده اللي هو بيشغل الحاجات اللي بتدفع كده، يبقى عضلات الصدر والكتف الامامي والترايسبس، تمام؟ هنعمل لك الجدول بيوم الدفع ده اللي هتبدا تلعبه، تمام؟ يوم السحب هتشغل فيه الكتف الخلفي وعضلات الظهر طبعا كلها والبايسبس، تمام؟ وعضلات الرجل والبطن هنخليها في يوم، تمام؟ ده من افضل الانظمه اللي تقدر تمشي عليها على حسب الايام اللي هتتمرن فيها، وافضل عدد من الايام تتمرن فيه هو 5 ايام ل 6 ايام. طيب لو هتتمرن 5 ايام هتتمرن بالجدول اللي هنقوله لك ده، وهو بوش بول ليج بوش بول، تمام؟ او بوش بول ليج ابر لور لو رجلك ضعيفه ومحتاج تركز عليها وتديها يومين، تمام؟ طيب لو هتتمرن 6 ايام يبقى خلاص الموضوع اتحل، بوش بول ليج بوش بول ليج. طيب لو هتتمرن 4 ايام فقط يبقى تتمرن بوش بول ليج ابر. طيب لو هتتمرن 3 ايام فقط يبقى هتتمرن بوش بول ليج، تمام؟ وما تتمرنش اقل من 3 ايام عشان تلاقي نتيجه، لان ال3 ايام كده انت بتقسم الجسم بتاعك يعني على ال3 ايام فهيبقى كويس جدا. ولو 3 ايام كمان هنبقى نعمل لكم بعد كده ان شاء الله يوم جنرال، ان انت ممكن تتمرن تمرينتين جنرال بحيث ان انت تجيب نتيجه احسن، او في ال3 ايام ممكن تتمرن ابر ليج ابر بحيث ان انت تدي الجزء العلوي مرتين في الاسبوع عشان تحس بتحسن اكتر. ولو اتمرنت بوش بول ليج برده زي الفل. المهم الاستمراريه، والمهم بقى اللي محتاجه منك حاليا، احنا مش محتاجين منك ادوات ولا انك تجيب متوازي ولا انك تجيب عقله ولا انك تجيب اي حاجه في الاول. كل اللي محتاجه منك انك تحدد وقت محدد في يومك ومكان محدد للتمرين. يعني والله خلاص ثبت ان انا كل يوم المغرب ببدا اتمرن، مش محتاجين منك اكتر من نص ساعه او ساعه الا ربع، يوم ما تطول خالص هيبقى ساعه الا ربع، تمام؟ فابدا بنص ساعه يبقى خلاص ثبت نص ساعه بعد المغرب للتمرين، ودي ثابته في يومك خلاص واساسيه. ايا كانت الوقت بقى، شوف الوقت المناسبك اللي تقدر تدينا فيه، تبدا بنص ساعه وتلتزم فيه وهتجيب معاه احسن نتيجه ممكنه ان شاء الله. المهم في الموضوع كله الاستمراريه، وهتلاقي نفسك بتتطور واحده بواحده عمال تزود. ولو لقيت نفسك خلاص بقيت ملتزم وبدات تدخل في الموضوع بقى في وقت محدد وعايز تتطور، فابدا تجيب بقى الحاجات دي. هتبدا تجيب دمبل فك وتركيب، الدمبل فك والتركيب ده بحيث ان انت كل ما تقدر خلاص بقت بتعمل مثلا بالخمسه دول بكل سهوله، وعايز تزود الوزن هتجيب اوزان وتبدا تزوده. الدمبل ده يعني فك، بدل ما انت تشتري دمبل ثابت وكل شويه تحتاج تجيب دمبل، لا هات دنابل فك والتركيب زي ده هتفرق معاك كتير جدا. لان احنا اللعبه كلها عباره عن بروجريسيف اوفرلود، يعني عباره عن حمل تدريجي، انت كل شويه عمال بتزود في الاحمال بتاعتك. فتجيب 2 دمبل فك وتركيب زي ده، تمام؟ وتجيب عقله باب. العقله دي من الحاجات الكويسه جدا وهتفرق معاك كتير جدا، هتخليك تقدر تتمرن بيها عضلات الظهر باشكال مختلفه كتير، وهتفرق معاك بشكل كبير جدا. وممكن تجيب كمان ريزيستنس باند ده زي دي كده بحيث يخليك تتعلم العقله، تقدر تتعلم العقله بيه بكل سهوله، تمام؟ الحاجات دي
هتفرق معاك كتير جدا، بس لما تستمر. يعني مش اول حاجه تروح تجيبها، انت خلاص ما بدات تدخل بقى واستمريت وبقى في وقت وخلاص عايز تطور فعلا وتعمل فورمه كويسه، تبدا تجيب الحاجات دي. تجيب 2 دمبل فك وتركيب، وواحده بواحده هتبدا تجيب اوزان لما انت تبدا تزود في اوزانك، تمام. وتجيب عقله وتجيب حبل او اسك مقاومه زي ده، بحيث ان انت تعرف تتعلم بيه العقله بكل سهوله ان شاء الله. بس ان شاء الله الفيديوهات بتاعتنا هتنزل كل حد وخميس الساعه 6 من يوم الحد الجاي. هنبدا بيوم الدفع كامل وهنعرفك ازاي تلعبه. المهم بس ان انت تلعب بعد كده. يعني انت في البيت حاليا ابدا بازازتين ميه لتر، تمام. الموضوع بقى سهل، خليهم لتر ونص. الموضوع بقى سهل، خليهم 2 لتر. بقى سهل خلاص، يبقى نجيب بقى دمبلز عشان تبدا تقوي العضلات، لان العضله دي لازم تبدا تحط عليها حمل زياده، حمل تدريجي عشان تبدا تتطور، والا مش هيحصل لها اي تطور، تمام. فانت تبدا بعدها تبدا تجيب دمبلز. والله احنا كل مجموعاتنا اللي هنلعبها في التمارين بتاعتنا هتبقى 3 مجموعات. يعني هنلعب مثلا بلعب باي، تمام، 3 مجموعات، المجموعه من 8 ل 12 عده، تمام. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انا بختار الوزن اللي هقدر اعمل بيه من 8 ل 12 عده، ومش هقدر ازود عن ال 12 عده. قادر ازود عن كده يبقى لا، تزود بقى الوزن بتاعك ده، بدل ما بتلعب ب 10 تخليهم 12 ونص، تجيب بيه من 8 ل 12. يعني ممكن اول مجموعه 8، ثاني مجموعه 8، ثالث مجموعه 8. المره الجايه لما تيجي تتمرن التمرين ده هتلاقي نفسك قادر بكل سهوله. ال8 دي هتخليها 10 عدات، 10 عدات، 8 عدات مثلا. المره اللي بعدها بقت بتجيبهم 12 12 12، يبقى المره اللي بعدهم بقى ان شاء الله خلاص تزود الوزن ده، وهكذا. يبقى كل التمرينه بتاعتنا من 8 ل 12 عده و3 مجموعات، تمام. اتمنى تكون فهمت النقطه دي، لان الحمل ان انت تبدا تزود الاوزان بتاعتك هو ده اللي هيخليك تعمل فورمه، وهو ده اللي هيكبر العضلات وهيحصل لها نمو. بس نشوفكم الفيديو الجاي في فيديو الدفع ان شاء الله على خير. تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول ما انزله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.